السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أم إلاف من قناة كويزين أب. راح نشوفوا هذا صابلي بالشوكولا بهذا المول الجديد بشكل وذوق رائع. نبدأ مباشرة. المقادير مكتوبة قدامكم. عندنا المارغرين، راح نحطوا كامل المكونات مع بعض ونديروهم يتخلطوا، يعني خلطي بيدك بالباتر بالبيتخام ما يهمش، المهم خلطيهم حتى يتجانسوا كامل مع بعض كيما رانا. هذا الصابلي درناه بذوق الشوكولا والصوص الكراميل اللي راح نحطها لكم في فيديو وحدها. كما رانا نشوفوا نتحصلوا على خليط كريمي، نضيفوا الفرينه والخميره الكيميائيه ما تنساوش. نحطوا العجينه تاعنا ترتاح كالعاده، يعني اي عجينه تاع صابلي نفتحوها مع بعض. نجيبوا هذا المول الطويل اللي راه يتمشى مع المول تاع الشوكولا، يعني انا شريته معاه. كما راكم تشوفوا تحطوه لمده ربع ساعه، ما تخلوش ينشف بزاف. لصقوا بهذيك صوص الطوفيه اللي كنت خدمتها كما راكم تشوفوا، يعني تشروها ولا تخدموها، من الاحسن تخدموها ما تجيكمش غاليه. هذا الصابلي يقطع بزاف، قطع لي 42 حبه واجده. كما راكم تشوفوا الحبه تاعو تجي صغيره ما تجيش كبيره. نقلاصيوه باي شوكولا عندكم. كما راكم تشوفوا انا كنت درته هنا في هذا المول، راه يتباع ولا يتباع ايضا هذاك الشفاف يجي فيه بزاف. انا خدمت هذا يعني تجيبي شوكولا كيما راهي، تزيد لها غير شويه زيت وتحطيها في هذوك ليمون، تخدميهم قبل بوقت يعني ولا بنهار تلقايهم واجدين. هكذا نجيب هذا البلا تاعي ندير فيه ساشي باش ما تلصقليش الحبات تاعي. نقلاصيهم بهذه الطريقه، هذه احسن طريقه تاع كلاصاج. بعد نزيد شويه شوكولا نحط فوقهم هذوك الاعمده تاع الشوكولا اللي كنت خدمتهم للتزيين. صابلي رائع يعني، وهاد الليمون زادوا سهلوا علينا وعطاونا شكل رائع كما راكم تشوفوا. روعه هذا الصابلي. راح نزيد له انا هذه الورقه الذهبيه مع الطرف، يعني باش تكسر هذاك اللون تاع الشوكولا. وانتم لكم الاختيار في التزيين. شوفوا الشكل نتاعو البسيط والرائع. ما تبخلوش عليا بالتعليقات تاعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.